السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اسلام. تفتكر ايه اكتر شركات بتبيع سنة 23؟ تعالى انا هقول لك. في موقع بتطلع بتقول كل سنة كده اهو دي كل ربع من السنة، الربع الاول، نص السنة، تلات ارباع اخر السنة، بتقول لك ان الشركات ديت بتبيع ايه. بتقول لك ان الشركات دي باعت كام تليفون. وكمان بتقول لك مثلا لو السنة اللي فاتت الشركة دي نزلت انخفضت عن السنة اللي فاتت ولا ارتفعت عن السنة اللي فاتت مبيعاتها. وانا جاي اقول لك على الربع الاول من سنة 23 اللي هو واحد واتنين وتلاتة. بس احب اقول لكم بسبب الكساد بتاعت السنة ديت والركود بتاع المبيعات، في نسبة 13% بسوق التليفونات كلها نزلت. يعني التليفونات مبيعاتها عن السنة اللي فاتت نزلت بنسبة 13%. نخش على التنين. سامسونج باعت 60 مليون و300 ألف جهاز بأقل من 18% للسنة اللي فاتت من نفس الفترة. بالنسبة بقى لآبل، آبل 58 مليون جهاز. بالنسبة للسنة اللي فاتت هي أعلى ب3%. سبحان الله. يمكن عشان ايفون 14 برو ماكس، عشان في شكل جديد اللي هو الوتر دروب. انتوا عارفين لازم نتحايل عليها عشان تغير الحاجة دي، فطبعا لما تغير في شكل التليفون فهي لازم نعلى شوية. الصدمة بقى اللي بعديها رقم 3، شاومي باعت 30 مليون و500 ألف. واللي بعديها اوبو اللي شحنت او باعت 26 مليون 600 ألف. وتيجي بعد كده شركة فيفو 20 مليون و900 ألف. فينك يا هواوي. المهم باقي بقى التليفونات الباقية 73 مليون 400 ألف. طبعا صدمة كبيرة ان انت لما تلاقي الشركات الصينية بدأت تدخل، ومش صدمة، هي كانت متوقعة برضو ان شركة زي شاومي واوبو يبقى مركزين متمركزين. بس طبعا فرق كبير. طبعا فرق كبير بين ابل وشاومي. بس في فترة من الفترات شاومي سبقت ابل، بس مش كانت ما طولتش يعني، نزلت بسرعة عشان ابل حافظت على المركز التاني. تيجي بقى عايزين نحول الارقام ديت لاستحواذ على السوق، يعني عايزين نعرف كل نسبة من شركة سامسونج واخدة قد ايه من السوق مثلا، او نسبة قد ايه. يعني شركة سامسونج 22%، وشركة ابل 21%، شركة شاومي 11، وشركة اوبو 10%، وشركة فيفو 8، وطبعا باقي الشركات هيبقى 27%. طبعا سامسونج قال رفعها الرفعة دي، هي طبعا كده كده كانت بتبقى الأول في الأغلب، بتبقى الأولى. بس اس 23 سامسونج لسه منزلاه، فبرضه ده أثر. هي أي نعم بدأت تطلق في شهر اتنين أو آخر شهر اتنين وتلاتة اهو دي، بس برضه ادى تأثير. طبعا شركة أبل الأجهزة بتاعتها كانت غالية جدا، وصلت لحد شهر 12 وبدأت تنزل شوية السنة اللي فاتت مثلا، اللي هو يبقى الايفون 13 الأسعار توصل لكده، فبدأت المبيعات توصل في الوقت ده بحد. طبعا برضو شاومي طلع التليفونات، طرح التليفونات. اتوقع في الشهر نص سنة هيبقى في اختلاف ان شاء الله. برضو تابعني عشان ان شاء الله هنزل تقرير. ما تنساش تصلي على النبي.